هنعمل بقى بسبوسة الحلواني دايما ناعمة في 5 دقايق بس قبل ما تبتدي الوصفة أنا اسمي بسنت، ما تنسوش تابعوني وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نبتدي. معانا بقى 3 كوبايات من دقيق السميد، هنحط عليهم كوباية الا ربع من السمنة الدايبة ونقلبهم مع بعض لغاية ما يمتزجوا. وبعدين نجيب كسرولة نحط فيها كوباية الا ربع من اللبن السخن، كوباية الا ربع من السكر، معلقة من عسل الجلوكوز، ونقلبهم كويس ونسيبهم لغاية ما يهدوا شوية ونفضيهم على خليط سميد دقيق السميد. هنقلب بقى البسبوسه بتاعنا بس ما نقلبش كتير عشان ما تنشفش مننا. وبعد نجيب صينيه مقاس 30 ندهنها سمنه كويس جدا جدا ونفضي فيها كل الخليط بتاعنا ونوزعه بالراحه. وبعدين نهبد الصينيه بتاعتنا هبدتين كده على الترابيزه عشان تبقى البسبوسه كلها بسوا واحد. هنحطها في الفرن لمده 45 دقيقه ونجهز الشربات. هنحط كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع من الميه، عصره صغيره من الليمون، ونحطهم يغلوا على النار. وبعد ما بيبردوا ويهدوا بنطلع البسبوسه بتاعتنا وهي لسه سخنه، بننزل عليها بالشربات وهو بارد بدرجه حراره الغرفه. وبس يا ستي، كلي بقى احلى بسبوسه، احلى من بتاعه الحلويات.